يعني ايه حد يبدأ من الشارع ويوصل ويبقى اكتر اسم بيتقال في ملاعب العالم؟ ده مش فيلم، لأ، دي حقيقة. وده اللي حصل مع كريستيانو. بس انت متخيل ان الراجل ده وهو صغير كان بينام جعان، وكمان كان بيغسل هدومه في الشارع؟ طب ازاي؟ وازاي بقى أسطورة؟ واحنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا، مش نحكم عليها. كريستيانو اتولد في جزيرة ماديرا في بيت بسيط جدا، لدرجة ان الحمام كان مشترك والسقف بينقط لما المطر ينزل. ابوه كان شغال جنايني وامه بتنظف بيوت الناس، وكان بيقول ان ساعات بينام من غير عشاء، مش علشان دايت، لأ، علشان مفيش اكل. لكن حتى في العتمة في ناس بتشوف نجمة وبتصدق انها ممكن تلمسها. اللي بيحس بالعجز بدري ساعات بيخترع له جناحات. كريستيانو وهو صغير كان بيجري ورا الكورة كأنه بيهرب من حاجة، بس هو فعلا كان بيهرب من الجوع ومن الشارع ومن الضيق اللي هو فيه. Fiquei alguns anos no Andrinha, depois fui para o Nacional, era das melhores equipas na Madeira. وبدأ يلفت نظر المدربين، مش بس بموهبته لكن بإصراره الغريب. كان بيرجع البيت برجله ورمة بس مبتسم، لأنه حس إنه أخيرا لقى مكان يحقق فيه حاجة. ساعات الجرح بيكون البوابة الوحيدة للأمل. وأكتر لحظة كسرت قلبه لما ساب البيت وهو عنده 12 سنة وسافر لشبونة. أمه بكت وهو كان بيبكي كمان، بس مكلمهاش ومقالهاش، وقال لها بعدين إنه كان بيحس بالوحدة والحنين، بس كان لازم يمشي. ودي أول بلوت تويست في حياته. مش كل اللي بينجح بيكون عايز يبعد، بس أوقات البعد بيبقى التمن اللي لازم تدفعه عشان تقرب من حلمك. الوحدة ساعات بتعلمك تسمع صوتك الحقيقي. في المدرسة كانوا بيتريقوا عليه علشان لهجته وطريقة نطقه للكلام، بس هو قرر يرد من غير ما يتخانق. رد برجله في الملعب، الناس ضحكت عليه وهو خلاهم يقفوا وسقفوله. ودي فكرة نفسية كبيرة. رد الفعل مش دايما لازم يكون هجوم، ساعات بيبقى تطور. الرد اللي بيبينك أقوى من الرد اللي بيكسر غيرك. الناس بتتكلم عن رجله، بس الحقيقة دماغ كريستيانو هي السلاح. كان بيتمرن ضعف زمايله، بينام بدري وبياكل كل حاجة محسوبة، وبيتخيل كل ماتش قبل ما يلعبه. دي نقطة نفسية مهمة اسمها التخيل الإيجابي، وبتدي للمخ خبرة قبل ما يعيشها، وهو استخدمها طول حياته. لما تخيلك يبقى أوضح من الواقع هيمشي وراه. قمة بدايته مع مانشستر يونايتد، أبوه توفى وهو في العشرينات وما كانش معاه في آخر لحظة. My family, see, my mom, my brothers, even my old son, but my father, he didn't see nothing. كريستيانو اتكسر ساعتها، والناس شافته بيعيط بعد كل جول كبير، لأنه كان بيتخيل أبوه بيتفرج عليه. بس بدل ما يقف قرر يخلي كل جول هدية للي مشي. أوقات اللي مشوا من حياتنا بيفضلوا يدفعونا لقدام. وفي مانشستر بدأ يتحول من موهبة لأسطورة. أليكس فيركسون شاف فيه حاجة محدش شافها، وعلمه مش بس يلعب، علمه يكون راجل. قال له جملة مهمة جدا: لو ركزت على الكورة هتبقى الأفضل في العالم. وفعلا ركز وساب كل حاجة تانية. وفي كل حد فينا حاجة كبيرة مستنيه يركز وبس. بعد سنين من البطولات جابهم كلهم وبقى الهداف التاريخي، وفجأة النادي قرر يمشيه. عارف ليه؟ علشان شايفينه كبر مش زي زمان. بس هنا بقى المفاجأة، بدل ما ينهار راح يوفنتوس وبعدها مانشستر وبعدها النصر. بيجري لحد دلوقتي كأنه لسه عنده 19 سنة. اللي بيصدق نفسه عمر الزمن ما بيهزمه. كريستيانو مش روبوت. كريستيانو اتكسر واتهموه واتشتم وخسر، بس عمره ما اختفى، لأنه اختار يبقى مش بس كلاعب، كرمز للناس اللي مش تستسلم. يمكن ما تبقاش كريستيانو، بس حكايتك لو فيها حتة إصرار فأنت ماشي على نفس الطريق. مش مهم تبقى أسطورة للعالم، المهم تبقى قدوة لنفسك. وفي آخر حلقتنا أحب أقولك إن الحكايات اللي بنحكيها مش علشان نقولك تعمل إيه، بس علشان تفتكر إنك مش لوحدك، وإن اللي بدأ من الصفر يقدر يعمل كل اللي فوق الخيال. وإنت ناوي تحكي قصتك إمتى؟